السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقفل مع بعض بقية الطقم اللي احنا قفلناه المرة اللي فاتت، اللي هو ده. بصوا كرانيش اهو، القلوب الفوشيا دي وبالكرانيش بتاعتها. طبعا انتوا فاكرين الحتة اللي قلت لكم فاضت معايا نص متر دي، انا احتجت منها تكملة الخدادية بتاعتي دي. انا قصة دي 35 في 70، تمام. ونسيت ان انا اعمل لها السادة بتاعتها، رجعت لها تاني وخدت منها 50 سنتي مش من قدام البرسل، يعني البرسل من هنا كده. طلعت البرسل اللي رميته، وبعد كده قست 50 سنتي، وبعد كده شديت زي ما بشد كده في المخدات، وبعد كده رحت قسمت دي نصين اهي. دي كانت كده اهو على بعضيها اهي 50 سنتي، ضربت فرد ورحت شد، اصبح معايا 25 و25. هدخل ال25 مع بقية الخدادية بتاعتي عشان يديني ال55 بتوعي مع زيادة الخياطات كده اهو. فهمتوا قصدي؟ طبعا في النص هنا بيكون في كورنيش وفيونك، هنعملهم مع بعض ان شاء الله. وتعالوا كده نشوف مع بعض ونطبق مع بعض. وانا ما عملتش اوفر اهو علشان بوريكم ان ينفع نشتغل على كذا حاجة. هاخد واحدة من الخداديات دي، انا معايا شريحتين، هبدأ بأول شريحة وهبتدي اكسر. لو عرفتي تخلي القلب بتاعك مع دول تمام، مفيش مشكلة اهو. انا خليته مع دول، بس طبعا هنشتغلوا على الناحية التانية عشان ما نقلبش، يعني المفروض نبقى كده اهو. بصوا كده اهو، يبقى هو كده مع دول. اروح قلبة كده وابتدي ايه اشتغل واقول بسم الله. انا سايبه الحته دي البرسل مش عايزاها، واقول بسم الله. هكسر تكسير العادي بتاعي كده اهو، واحده واحده. ايدك تحت كده، الصابعين بتوعك دول تحت، هطفيلكوا الاضاءه. الصابعين دول كده صابعين ماسكين وصابعين تحت اهو كده اهو. وهاخد مقدار سنتي العقله بتاعتي كده اهو. بصوا بتنيها كده واروح واخداها كده عليا انا بقى. طبعا انا وريتها لكم كذا مره وسهله جدا. لو مش واضحه من ايدي دي اهي اهي، بس انا ما بعرفش اشتغل بالايد دي اهي. بتطلعي كده قيمه سنتي، تروحي نازله تاني على طول. سهله مفيهاش حاجه خالص، تمام. بس انا عشان مش عارفه اجيبها بايدي دي، فانا هجيبها لكم بايدي دي. انتوا كده فهمتوا الطريقه اهي. اطلع فوق بالسنتي واروح نازله كده، سهله جدا. انا بفضل الكشكشه دي واحده بوحدتها كده علشان بتريحني في المكوى وبعرف اجيبها. انما الكشكشه والفرونس ده الكسر العشوائي دي مش بتيجي معاكي للاخر، ومش بتبقى مظبوطه كويس في المكوى. ودي سهله، بصي بتعرفي تتحكمي فيها سهل. بتلمي القماشه على بعضها قيمه سنتي وتطبقي، بس مش محتاجه. كمان بتديكي كثافه حلوه في الكرانيش. ادي كده الخداديه بتاعتنا خلص فيها اكبر جزء، ولو انتم شايفينه اصعب جزء هو خلص، تمام.
دي اللي فاضت معايا من الشريحة التانية. مش هتكفيني طبعا لان انا معايا الخدادية بتاعتي 70 سنتي ودي متر. 30 سنتي مش هيكفوكي ان انت تستخدميها في الجنب التاني. هاخد الشريحة دي اللي هي 25 سنتي وابتدي اركبها كده. على فكرة الطريقة دي حلوة. هركب بقى على القصر بتاعتي اهي، بتساوي القصر بتاعتي. طبعا هي مش محتاجة تظبيط قوي، هي مظبوطة، بس عايزاكي تحسي بالخياطة وانتي ماشية، ما تعديش تحت، تنزليش على الخياطة بره. يعني بصي، مش عايزة الخياطة بتاعتك بس كده. حبيتي تقلبيها وتخيطي من هنا عشان الخياطة تبان معاكي، تمام، هاتيها وهي مقلوبة. بس انا جايباها كده عشان انا كده كده عارفة الخياطة وحاسة بيها. مع التكرار والاستمرارية هتبصي تلاقي نفسك بتحسي بكل حاجة، بالقماشة اللي انت شغالة فيها، بغرزها، بكشكشتها، بكل حاجة، بالإبرة اللي بتقطع، يعني كل حاجة هتاخدي بالك منها. عايزة اقول لكم ان من احلى افكار الميلاد، افكارها جميلة جدا وممتعة جدا. انا ببقى مبسوطة جدا وانا شغالة في الميلاد دي، عيش بصراحة يعني. وادي النتيجة بتاعتنا، بصوا الشياكة والدلع، شياكة شياكة ودلع دلع، مفيش بعد كده اهو. ولا خياطة باينة ولا حاجة رايحة ولا حاجة جاية. وهنقيس الخدادية بتاعتنا عشان عايزين نصفيها 55، يا دوبك بالملي وبالسنتي كده. الخدادية بتاعتي تمام، بس انا مش هعرف اتني على النسل ده، انا لسه هعمل اوفر. وبعد كده هفنش من هنا كده وايه، وهركب الجوبير بتاعي او الفل بتاعي من هنا علشان تبقى حاجة قيمة. بس هحاول ان انا اقفلها دلوقتي معاكم برضو، او مش كلها، مش كلها، هحط حاجات بسيطة علشان بس هوريها لكم في الفينش الاخير، علشان انا ما بعرفش اشتغل من غير اوفر. يعني بحاول ان انا اظبط دنيتي الاول بالاوفر. ادي كده الظهر بتاعي، وادي القلبات. دي بقية الخدادية التانية. انا هعمل معاكم واحدة علشان ما اطولش عليكم، لاني انا مش مقطعة من الخدادية دي حاجة، الفيديو بتاعها مش مقطعة منه حاجة. عايزة اوريكم كده. هطبق الظهر ده كده على الخدادية بتاعتي، ومش هقفلها كلها الا بعد ما افنش في الاوفر بتاعي، علشان انا عايزة اقفل على ايه، اقفل على نظافة. يعني ممكن اسيب الجنب اللي تحت ده، هقفل كده. وانا جوه والابره بتاعتي تحت هلف. طبعا انتي بتسيبي سنتي، او لو انتي لسه مبتدئه عادي مفيش مشكله، اعملي حساب الخياطات اللي انتي الفواصل اللي انتي بتسيبيها بين الخياطه والتانية، سنتي 2، علشان مقاساتك ما تصغرش منك. اركب الفل بتاعي اهو. ده كده الفينش الاخير بتاعنا. انا طبعا ما حبيتش ان انا اعملها لوحدي وانتوا ما تشوفوهاش. بركب الفل بتاعي،
حلوة. بصي الفينش الاخير بتاع الشغل الفاخر بتاعنا. ماشي، وما توفيقي الا بالله. يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم في الشغل ده. ادي الفينش الاخير بتاعنا اللي قبل المكوى. يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم في الشغل بتاعنا ده، ويا ريت تجربوا علشان تبعتوا لي صور الشغل بتاعكم، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.